والسنة اللي بعدها موبينيل قررت تجيب مروان حامد مخرج الفيل الأزرق الجزء الأول والتاني وكيرة والجن وتراب الماس عشان يخرج الإعلان تحت نفس كونسبت دايما مع بعض. وبحتاج لك وتحتاج لي، ما بينا ألف حلقة وصل، وبشبه لك وتشبه لي، فحب الخير وطب الأصل. وفي الإعلان ده اعتمدوا على إنهم يرسموا مواقف من الشارع بتعبر عن كونسبت إننا دايما مع بعض، زي لقطة الإيد اللي على الكتف والاتنين المتجوزين اللي بيتواصلوا بلغة الإشارة. وفي كادر عربية الفول هتلاقي الراجل الكبير والموظف وعسكري المرور والطفل كلهم واقفين بيفطروا من على عربية واحدة. وركزوا كده في لون الشمسيه عشان تعرفوا ازاي موبينيل بتعرف تحط اللون الاورنج بصياعه. وكادر الجيران اللي بيشربوا شاي مع بعض من البلكونه. الاغنيه متصوره في اماكن مختلفه ومحطوط في عزفها العود والكمان، فاول ما يتعزفوا في الاغنيه يجيبوا ناس من اماكن مختلفه تعزف الالات دي نفسها. وفي اللقطه دي بتظهر بتدي ابنها جزء من الشنط عشان تعلمه ازاي يساعدها في شوط مدته 3 ثواني بالظبط على قد الكوبليه في الاغنيه. وبصوا هنا الكرييتور بيطبق كونسبت الجدعانه في مواقف ازاي، زي لما بنمسك باب المترو عشان حد جاي بيجري يلحق يركب، وولد بيملأ ازازه من الكولدير عشان صاحب التاكسي الكبير، وتوصيله البطاريه لما العربيه بتنام، والمره دي الراجل الكبير هو اللي بيساعد الشاب الصغير عكس الشوط اللي قبله على طول. واللقطه اللي جايه عبقريه في حاجه، ركزوا كده في كلمات الاغنيه. ماليش غيرك اكيد لكن محدش فينا مختار حد. وهنا عشان يعبروا عن كلمات الاغنيه جايبين الاطفال في الحضانه بتاعتهم اول ما بيتولدوا كلهم مع بعض، محدش فيهم عارف التاني، وبيبتدوا حياتهم سوا اللي هو نفس كلمات الاغنيه. في الجزء اللي بعده هتلاقي الاغنيه بتقول انا وانت حكايه ناس مقاسمين الحياه مع بعض. عند كلمه مقاسمين هتلاقي الشاب والراجل العجوز بيقسموا السميطه ما بينهم. وعايزكم هنا تركزوا ازاي كلمات الاغنيه بتكون مرسومه صح في الفيجوال اللي بيتعرض لنا، زي توزيع العصير وقت فطار في رمضان وموائد الرحمن، والعربيه العطلانه اللي كله بيحاول يتصرف عشان يشغلها، وحتى اللي بيقطف بلح من على النخله حد بيقطف والتاني بيقلف تحت. وبيأكدوا على كونسبت محتاج لك ومحتاج لي حتى في لقطة اليافطتين، كل واحد فيهم في تخصص مختلف بس كلنا في الآخر محتاجين بعض. وفي الإعلان الثالث مروان حامد برضو المخرج، بس المرة دي بيكسر كل القوانين وبيصور الإعلان كله وان شوت. افتح بيبان قلبك وعرفني أنا إنسان زيك أنت، افتح بيبان بكرة مفيش فرق بين حلم وحلمك أنت. إعلان مدته 4 دقايق ونص ومتصور برضو في وسط البلد، والكاميرا المرة دي ما بتقفش خالص. وفي حاجات تعقدك بقى زي صياعته في استخدام كادرات المرايات، او دخوله في حارات ضيقه جدا، او انه مفضي وسط البلد كلها ومليها ممثلين المسافات ما بينهم بعيده جدا. ومن مصايب الوان شوت ان لو حصل غلطه في اخر دقيقه من الاعلان هيضطروا يعيدوا كل ده من الاول، فكان تحدي رهيب بس نجحوا فيه. بس رغم كل ده بشوف ان الاعلان ما خدش حقه قوي، رغم ان محمد فؤاد وعدويه وبهاء سلطان وريهام عبد الحكيم بيغنوا فيه، بس عشان ما ظهروش في الاعلان نفسه ما حسيناش بقوه الاعلان. وده يفسر لك ليه المشاهير بياخدوا مبالغ كبيره عشان يطلعوا في الاعلانات، لان وجودهم بيفرق كتير مع المشاهدين. هنفضل محتاجين لبعض عشان نلقى الطريق، اكيد هنحس ما بينا شيء يقرب اي فراق وبعض. ورغم كده برضو دي مش قاعده، لان اول اعلانين لموبينيل سمعوا جدا ونجحوا من غير اي مشاهير موجودين فيه. وفي الماركتنج وصناعه المحتوى بوجه عام الرسائل دي هي اللي بتعيش، بدليل شوف كام سنه عدت على الاعلانات دي واول ما بنسمعها بنتبسط وكمان بنغني معاها. افتح بيبان قلبك وعرفني انا انسان زيك انت، افتح بيبان بكره مفيش فرق بين حلمي وحلمك انت، افتح بيبان قلبك وعرفني